السلام عليكم. مرحبا بكم مرة أخرى في حكايات عويشة، وهذه المرة مع قصة جديدة وإن شاء الله تعجبكم. كان يا مكان، واحد الزمان في واحد المكان، واحد العجوز على فراش الموت، عندها وليد واحد هو عكازها في الدنيا. وفي يوم من الايام كانت ناعسة وشافت منام، ساقت من النوم مفزوعة خير وسلام، وعرفات باللي ساعتها قربات، وعيطات لولدها داكشي وصيك ولدي، باش توصيه رد وصية. بالك من مول النية البيتة مزيان، راه يضحك ليك ويخليك حفيان. ولدها مسكين وغشيم ما فهمش الكلام، قال ليها شكون هاد مول النية البيتة وكيفاش غادي نعرفو. جاوباتو وقالت ليه بلا ما تقلب عليه وبلا ما تسول، هو غيجي ويقولها ليك بفمو. وبلا ما يشعر دمعتو نزلات، حس باللي ميمتو ساعتها وصلات، وماتت لمي عمارة الدار، وخلات ولدها الغشيم وحداني ويتيم. الغشيم ما صبر على فراق ميتو، داكشي باش قرر يبيع الدار ويخوي القبيله يقلب على راسو. والله يدير لك اللي فيها الخير الغشيم. وجد البغل ديالو وهز سلاحو معاه وشد الطريق اللي غتغير ليه حياته. ومن بعد 3 ايام من المسير، فضلا من الليل وضو القمرة، بان ليه واحد الراجل صيور على جنب الطريق، ما عرفو حي ولا ميت، ما عرفو من الانس ولا من الجن. طالب الأمانة ولد الناس، عتقني هالعار، عتق أخويا عتق. ايوا ما قدرش يخليه بديك الحاله، وقرر باش يعاونو. هزو فوق البغل ديالو ومشاو حتى لقاو واحد البير كاين غير في الخلا، جلسوا تما باش يرتاحوا ومن بعد يكملوا طريقهم. سولوا الغشيم كيفاش وقع ليك وشنو كدير هنا، هو يعاود ليه حكايته. قال ليه باللي كان مع ناس وحدابو وكانوا شادين طريق، تلقاو ليهم قطاطعيه وسمحوا فيه حدابو وصحابو وتكرثوا عليه قطاطعيه وبقى تما. والغشيم حتى هو عاود ليه وقال لي على النصيحه اللي نصحات امه، وباللي هو رد بالو مزيان من المول النية بيته. والغشيم راه نقدر نكون انا هو مول النية البيتة. وملي كلاو تعشاو، ناض الراجل الغريب باه يسقي الماء من البير، وطيح الصله اللي كيجيبوا بها الماء من قاع البير، ونزل الغشيم باش يجيبها وهو يقطع بيه الحبل. وطاح الغشيم في قاع البير، ملي طاح طلع عليه وقال ليه راه قلت ليك راه انا هو مول النية البيتة. ايوا ودارها به مول النية البيتة، داريه كل ما كيملك، داليه البهيمه ديالو، داليه المونه، وداليه سلاح وحوايج، وخلاه في قاع البير. دوز الغشيم 2 ليلات في قاع البير. في الليله الثالثه جاو واحد 2 ديال الجين مسيفين في سيف صغرى، وقفوا فوق داك البير وبقاو مجمعين. ايوا امدرا كان له اندرا بنت السلطان فكات السحر ديالها ولا مازال؟ ايوا قبل ما نعرفوا اش غيوقع للغشيم خصني نحكي لكم على بنت السلطان اللي هضر عليها الغراب. كان اسمها ميرا وزينها فتان، وصيتها باع في كل البلدان، كانت آية في الجمال، وما خلى من جهة من شيوخ وشبان وفوسان من كل مكان. قدام باب القصر كانوا صفوف ديال البشر، كل جايب هديته والذهب بالأطمان، وكل واحد فيهم على بنت السلطان والهان، كلهم باغيين القرب وطالبين الحلال، لكن هي قلبها ما عمره ما مال. واخا الخطاب كتار ما عمر شي واحد لقى قلبها الطريق. كانت ميرا كتطل من الشرجم وتشوف الزحان وتقول في خاطرها يا العالي امتى يجي اللي يفهمني ويعرف مالي. كتحلم، تا واحد هنا ما يستاهل قدي.
ومن بين العرسان اللي كانوا تقدموا لها واحد القرصان، ساحر شيطان بصفة إنسان. ما عجبوش الحال من اللي عرف باللي ميرا رافضاه وما بغى ترضاه، عمر قلبه بالشر وقرر على أداه، وهيط على واحد من خدامو الجن وبصفته غراب كحل كي الدخان جاه وعطاه تعويذة سحرية ما يعرفها إنسان، همسات من فمه كلها سحر وبهتان، ووصاه بكلام مسحور باش يوصل لميرا ويخطف من وجهها النور. أنا ترفضيني؟ وفي ديك الليلة ميرا عقلها طار وقدمنا هاد القرصان في البحر وجال. ميرا كي تزاد عليها الحال وباها السلطان مسكين ما لقى ليها حل. جيبوا لي عالج بنتي ويطلب اللي بغا نعطيه ليه. جمع رجالو ووصاهم يضيعوا الخبار في كاع البلدان، في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، واللي يقدر يعالج ليه بنته ميرا غادي يزوجها ليه. علاجها سهل، أنا غنعالجها. جاو الناس من جميع البلدان، بنتك نعالج أنا نقدر. ولكن حتى واحد ما قدر يعالج ميرا من السحر اللي فيها. أنا عنديه دواها يا مولاي السلطانيه. وفي يوم من الايام الوعد اللي قال السلطان باللي اللي عالج بنته غيزوجها ليه وصلت خبارو للقرص. أنا جاية لالا ميرا. ايوا وشد طريقه وهو زربان وفرحان، غير هي السحر اللي هو دارو وغيتزوج بنت السلطان. ولكن كيف كيقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وغرق القرصان الساحر في عمق المحيط. وميرا مسكينة عاد ما تزاد عليها الحال وجاها الهدال، واللي عارف علاجها جوج في هذا العالم، القرصان اللي صعوب السحر والغراب اللي ينفذ الأمور، الناس الغراب اللي تحط فوق البئر. ايوا أمدرا بنت سلطان تفكت ولا مازال. وشاءت الأقدار باش اللحظة اللي غيتكلم فيها الغراب على السر ديال بنت السلطان صادف أن الغشيم كاين في قاع البير وسمع كل شيء. ايوا طار الغراب ورفرف بجناحه في السما، والغشيم في قاع البير كيخمن كيفاش يخرج من هذا المحنة. الصباح التالي واحد الراجل ومرته كانوا في سفر طويل وصادفوا البير في طريقهم، وقرروا باش يرويو منه عطشهم ويوردوا منه بهيمتهم. ملي الراجل قرب من البير ودلا السطل باش يعمر الماء يسقيه، إذا بيه كيسمع شي واحد كيتكلم في قاع البير. ايوا الراجل المسكين يسحب ليه البير مسكون وعامر بالجنون، ضربها بجريه وحده وخلى مرتو تابعه، وضاعت الفرصه على بغشيم وبقى حاصل في قاع البير. وفي نفس الوقت كان واحد الشاب سميتو إزم، وإزم كتعني الشجاع، خرج من قبيلته والهدف ديالو يعيش المغامرة ويشوف ناس جداد وثقافات جديدة، وكان عايش في الخيال أكثر من الواقع. وإزم كان سنة بحكاية ميرا بنت السلطان اللي كانت مسحورة هادو هوان، ولكن ما كانش عارف واش حقيقة ولا غير كلام. ومن ظهر الغشيم ورضات ميمتو عليه، صادف إزم داك البير في طريقه، ولكن هو من اللي سمع صوت الغشيم في قاع البير ما خافش حيت شجاع وقلبه من الحديد. ورشيم كتاب ليه عمر جديد. بقيتي فيا الغشيم دارت بيك. ايوا وجلسوا كيتبادلوا الكلام، والغشيم عاود ليه داكشي اللي سمع من الغراب. وإزم ملي سمع السر تحلو عينيه وما فكرش جوج مرات، قال ليه غير غتسد جوعك وغتزيد معايا نشدو الطريق لقبيلة ميرا بنت السلطان، نفكو السحر ونتزوج بها. الغشيم ما كانش عنده شي اعتراض وما كان باغي والو، المهم عنده هو اذا كان داكشي اللي قال الغراب بصح ينقذوا هاد البنت المسحوره. ايوا من بعد يومين
وصلوا لقبيت ميرا بنت السلطان، وداك الشيء اللي كان كيتسناهم ما كان لا في البال ولا في هادشي ما الحسبان. فيهش التفليه، والسلطان غيسجنكم الا شافكم. يلا سيروا في حالكم، خير ليكم. ايوا حبسوهم الحراس عند الباب وما صدقوهمش، وباتوا ديك الليله كيفكروا شي حيله باش يوصلوا لعند ميرا. ما تخافش، انا عندي فكره. في الصباح التالي جربوا حدهم من باب اخر مع حراس اخرين، ولكن ما خلاوهمش يخلو. ايوا بقى ليهم غير الخطه اللي اقترح إيزم، وهم ينقذوا من السور ويتبعوهم الحراس. الغشيم داز هو الاول، وإيزم شدوه الحراس. بكى الغشيم تايه وسط حيوط القصر الكبير اللي داير بحال شي متاعه، كيقلب من قند لقند حتى قدر يلقى اخيرا ميرا في ابعد بيت كاين في القصر. وقرب منها بشويه وهو كيردد الكلمات اللي سمعهم من الغراب. يا الوردة وسط الشوق، سحرك طاح وفكو الفكوك، 7 قيود اللي عليك ب7 قوافي محيا، سحرك اليوم يخطيك وغير الفرحة اللي تسكن عينيك وبيدي أنا نخبيها، لا جن عاشق يغويك ولا عين حاسد تآديك، والقمر بنوره يضاويك وروحك حرة نخليها. وهكذا الغشيم قدر يعالج ميرا، وطلقوس راح إيزم والسلطان وفاد الوعد ديالو وزوج ميرا للشخص اللي عالجها. وفي النهاية هذه ماشي مجرد حكاية كيعاودوها لينا باش يطيب نعاسنا، إنما هي درس ووصية لينا باللي واخا طلقنا على قليل النية تعامل بالخير، فربي كيجعل الشر ديالو في راليك انت. وما نساوش نباركو لغشيم وميرا، والله يجعل كل شيء مبارك نصير. كنتمنى الحكاية تكون عجبتكم، وما تنسوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ونتلاقاو في فيديو آخر مع حكاية أخرى.